تخيل تمسك ظرف في الشارع ومكتوب عليه لو فتحته هتندم. الفضول يغلبك، تفتحه وتتفاجئ بمبلغ كبير. تبص حواليك، الشارع فاضي ومفيش ولا شاهد. فجأة موبايلك يرن، رقم غريب. الصوت يقولك الفلوس دي مش ليك، بس قرارك هيحدد مستقبلك. تقفل الخط وإيدك بترتعش، تمشي خطوتين وبترجع تفتكر كلام أمك: الحرام عمره ما يفرح. قلبك يوجعك وتقرر تدور على صاحب الظرف. تسأل الناس في الشارع لحد ما تلاقي ست واقفة بتعيط وبتدور بجنون. تسألها تقولك ده إيجار البيت، ولو ضاع صاحب الشقة هيرمينا في الشارع. تطلع الظرف من جيبك، إيدك تقيلة بس تديهولها. تقع على الأرض من الفرحة وتدعيلك من قلبها. تمشي وانت حاسس انك خسرت فرصة عمر، لكن بعد يومين يرن موبايلك تاني، نفس الرقم الغريب. الصوت يقولك احنا كنا بنختبر أمانتك وعندنا فرصة شغل ليك بمرتب محترم. تبدأ حياة جديدة وتفهم في اللحظة دي الحقيقة الكبيرة: اللي يسيب الحرام عشان ربنا، ربنا يعوضه أضعاف من حيث لا يحتسب.